السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي بطريقتين، بحشوتين يعني، وبطريقتين للتسويه. هنعمل مع بعض حواوشي بلحمه وحواوشي فراخ، عشان اللي حابب يعمل ده ماشي واللي حابب يعمل ده ماشي. حابين تعملوا الاتنين برضو يبقى تمام، عشان يبقى معاكم ايه الطريقتين. معايا اهو المقادير: نص كيلو لحمه مفرومه، وده نص كيلو فراخ برضو مفرومه اهي انا فرماها هنا في البيت، ومعايا بصل انا مقطعه رفيع، وفلفل اخضر احمر، الوان اللي عندكم. انا عشان عندي احمر قطعت، يعني لو عندك اخضر بس عادي قطعي اخضر بس. ودي شطه حاميه، دي حسب الطلب يعني، لو انت عايزاها ماشي، مش عايزاها استغني عنها. طماطمتين بس كبار كده متقطعين صغير. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا اهي: معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره 7 بهارات، ومعلقه كبيره فلفل اسود، ومعلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر. ومعايا كيس بهارات حواوشي اي نوع، هتنزلي بيه فوق البهارات دي كلها كده، وهنقلبهم مع بعض عشان هنقسمهم بقى على اللحمه والفراخ. نقسم بقى البهارات دي نصها على اللحمه كده، ونصها على الفراخ اهي. نحط بقى بصل هنا، البصل ده زي ما انت عايزه كتير قطعي زي ما انت عايزه شويه براحتك. وبرده نحط على الفراخ اهي بصل كده. والفلفل برضو حطي فلفل زي ما انت عايزه، الكميات ديت بقى انت تتحكمي فيها اهي. والطماطم اقسميها برضو، طماطميه بس هنا وطماطميه هنا عشان ما تبقاش طريه قوي. وهنقسم برضو الشطه اهي بالطريقه دي كده اهو. قسمنا كل المقادير بتاعتنا، نصها على اللحمه ونصها على الفراخ طبعا ما بتبقاش فيها دهون، فهحط معلقه زيت واحده كده. لو انت برضو مش حابه استغني عنه، بس عشان يدي نسبه دهون شويه، او ممكن تحطي زبده او سمنه اللي يعجبك. هنعجن بقى اللحمه والفراخ بالطريقه دي، اللحمه على المكونات بالطريقه دي نعجنها كويس، وهنعجن بقى الفراخ برضو بمكوناتها، وانا هروح اعجنهم بقى كده وارجع اوريهم لكم. بصوا انا عايزه اوريكم يعني الخطوه دي. انا طبعا فضيت المكونات كلها في الطبق الاوسع ده عشان اعرف اعجنها كويس واخلي كل المكونات يعني تتدخل في بعضها وتتعجن كويس قوي. التاني ما كانش هينفع ان انا اعجن فيه عشان صغير، فانا فضيته في الكبير ده وعجنت كله بالطريقه دي اهو، لحد ما خليت كل المكونات زي ما انتم شايفين كده دخلت في بعضها وبقت عجينه معايا اهي حواوشي ما شاء الله. وبرده اللحمه فضيتها وعجنتها هي في الطبق الواسع بنفس الطريقه ورجعتها هنا. بس حبيت اقول لكم الخطوه دي عشان لو الطبق اللي انتوا هتعجنوا فيه صغير تنقلوه في حاجه اوسع وتعجنوا فيه، عشان تبقوا واخدين راحتكم يعني وانتوا بتعجنوا كده اهو. بسم الله ما شاء الله، خلصت اهو عجنتهم كويس. ديت اهي حواوشي اللحمه اهو، كل المكونات في قلبه. ودي حواوشي الفراخ اهي ما شاء الله. بصوا بقى ما اقولكوش هتاكلوا انضف حواوشي ممكن تاكلوه في حياتكم، واطعم وجميل. ما تقولوش بقى نجيبه من بره جاهز تاني، بس جهزي نفسك بقى اما تعملي الحواوشي بالطريقه دي، دايما هيطلبوه منك. فاستعدي بقى انك انت كل ما يطلبوه تعملوه لهم. ان شاء الله سهل وسريع، مش هياخد اي وقت ولا اي مجهود. زي ما شفتوا معانا كده المكونات بتقلب على بعضها. ونجيب بقى العيش بتاعنا اهو، نجيب بقى العيش بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. ونبدا بقى نحشي بقى الحواوشي مع بعض، واقول لكم بقى على طريقتين للتسويه اهو. تجيب العيش بتاعك كده بالطريقه دي كده اهو، تفتحيه من الجنب كده اهو كده بالطريقه دي اهو. تاخدي بس الحرف كده معاكي نص الرغيف كده اهو بالطريقه دي.
اهو ان شاء الله. تاخدي كده الحرف بالطريقه دي، وممكن برضو من غير مقص ولا اي حاجه، اهو بايديكي كده، وتفتحي كده جزء من الرغيف من فوق مش كبير اهو، ويبقى برضو مفتوح معاكي. الطريقه دي ماشي والطريقه دي ماشي، اللي ريحك اعمليه. اهي اهي ما شاء الله الطريقه دي كده، وتقفلي عليها وتضغطي بقى عليه كده اهو. جيبي واحد تاني تاخدي اهي زي الكوره كده قطعه من الحواوشي اللي انت مجهزاه، سواء لحمه او فراخ. دي لحمه اهي، تفرديها جوه كده كويس، تدخلي برضو جوه الحروف كده عشان ما تبقاش الحروف فاضيه. عايزه تزودي حته كمان ممكن تزودي اهو عادي، تضغطي كده اهو كمان. جيبي قطعه كده اهي، حتى لو العيش مقطوع معاك كده ما تخافيش، هو اما يستوي كله هيتمسك مع بعضه اهو. تفردي كده اهو، تساوي العيش بقى عليه وتطبقي كده اهوت بالفراخ وده باللحمه. بصوا بقى احنا هنسوي بقى مع بعض. برضو في طريقتين للتسويه عايزه اقول لكم عليها. اول طريقه ان انت ممكن تجيبي صينيه زي دي، واي ماده بقى دهنيه، سمنه، زيت، زبده الموجود. انا بس هدهن زبده، عايزه سمنه ماشي، زيت ماشي، زبده ماشي، اي حاجه تكون سايحه شويه كده. وتدهني بقى ايه الصينيه دي بالطريقه دي كده، تدهنيها كويس كده، وترصي بقى فيها ايه العيش بتاعك الحواوشي اهو. انا هحط من ده ومن ده برضو كده اهو، وبالزبده وتحطي بقى على الوش كده اهي كده اهي، وتدخليها الفرن. دي اول طريقه، دي طريقه الفرن، تعمليها بالطريقه دي وتروحي تدخليها الفرن. الطريقه التانية بقى على البوتاجاز، هتجيبي طاسه كده تولعي العين، تحطي الطاسه عليها، وبرده نفس الزبده او الزيت اللي انت تدهني بيه اهو، تدهنيه. تنزلي بقى برغيف الحواوشي بتاعك كده، تضغطي عليه كده وتغطيه. بعد دقيقتين كده بقى بترجعي له تاني، تدهني كده برده الوش زبده وتدهني كده بسيط خالص، وتغطيه تاني. هو بياخد كده دقيقة على جنب، دقيقتين كده، ياخد دقيقتين ولا 3 على الجنب ودقيقتين على الجنب التاني. تبصي عليه بقى اهو، شفتوا بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. نديها دهنة برضو، نحط واحد تاني كده، نغطي ونروح له تاني اهو. متحاوليش تنسيه عشان هو ما بيستحملش يعني. برضو رش دهنه كده على الوش، نقلب برضو الناحيه التانيه اهو. ما شاء الله بصوا ما شاء الله. نغطي برضو وتسيبيه بقى، هتروحي تبصي عليه اهو بعد دقيقتين الناحيه التانيه اهو. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصوا هو بيبقى طالع مقرمش كده، اللي في ناس بتحب تاكله مقرمش كده. لو بتحبيه مقرمش كده تمام، بتحبيه طري يعني تحطيه كده في حله. لو انت حباه طري بقى مش حباه مقرمش، وتغطي عليه الغطا
حتى لو هو ناشف كده بيطرى معاكي. تسيبيه بس كده 10 دقايق في حله متغطيه زي كده هو هيطرى. اللي كان في الفرن اهو بسم الله ما شاء الله اهو. بص شكله، بص لونه، بص ما شاء الله. بص حلو قوي ازاي، بص من هنا تحت احمر وجميل ازاي. بصوا بس احنا بقى بنحب نحطه يطرى شويه. نحطه في حله كده اهو، تحطيه في الحله كده بالطريقه دي ما شاء الله، وتغطي عليه بقى كده عشان يطرى معاكي بقى حلو. في برضو حاجه كمان حابه اقولها لكم عشان ابقى قلت لكم كل حاجه ممكن تساعدكم. يعني انا بحب يعني دايما اقول لكم المعلومه كامله، اي حاجه ممكن تساعدكم احب اقولها لكم. لو فاض معاكي عجينه حواوشي من اللي انت عاملاها زي كده، بتجيبي كيس اهي، انا عملت بتاعه الفراخ، تجيبي كيس كده وتحطيها فيه وتبططيه كده، تحطيها في الفريزر. ما عندكيش عيش مثلا، العيش خلص او هما زياده عندك، بتجيبي كيس وتحطيها كده وتحطها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها هتلاقيها معاكي، تجيبي بس العيش وتحطيها على طول فيه اهو. بالطريقه دي انا هوريكم برضو اهو. تجيبي الكيس كده تخلي فيه العجينه كده بالطريقه دي اهي، تعمليه كده تبططيه كده بس عشان يبقى سهل معاكي لما تحبي تطلعيه يفك سهل اهو. فرغي الهواء كله من الكيس بالطريقه دي كده وتثني عليه اهو. حطيه في الفريزر بقى. حابه تعملي في اي وقت بقى حواوشي، تروحي مطلعه الكيس مع العيش ويبقى برده سهل معاكي اهو. ده الفراخ اهو، ودي دقيق اللحمه. وبرده لو انت حاطه في العيش اكتر من احتياجك، يعني انت عامله مثلا كميه ومجهزاها في العيش كده بس هي اكتر من اللي انت عايزاه، بتاخدي اللي انت الكميه اللي انت عايزاها واللي يفيد معاكي كده برده بتحطيه في اكياس بنفس الطريقه، مش بيجرى له اي حاجه. بتجمديه ولما تحتاجيه بقى بتطلعيه في الفرن او على طاسه على طول كده. بصي كده برده في الاكياس او في اطباق فيل اللي انت عايزاه اهو. بتحطي بقى في الكيس العدد اللي انت عايزاه، عايزه 3 عايزه اكتر عايزه اقل، بتحطي في كل كيس العدد اللي انت عايزاه ولما تحتاجيه بتطلعيه اهو. برضه بتتني الكيس كده وتجهزيه بالطريقه دي. يبقى انت كده اهو في خطوه واحده وبطريقه واحده عملت نوعين حواوشي فراخ ولحمه. سويتي بقى على قد احتياجك زي كده بسم الله ما شاء الله. بصوا شكله جميل قوي اهو. تحطيه كده وتغطيه زي ما انت شايفه. اللي زياده عندك مثلا وهو في قلب العيش بتحطيه في اكياس كده وتحطيه في الفريزر، وبرده العجينه الزياده اهي تحطيها كده في اكياس برده وتحطيها في الفريزر. يبقى كده سهلتي على نفسك، عملتي وجبه وفي نفس الوقت عملتي برضو وجبات تانية ممكن تنفعك في ايام تانية تكوني تعبانه فيها مش قادره تعملي اكل، او راجعه من شغلك، او حد جعان في اي وقت كده وانت لسه ما عملتيش اكل بتطلعي على طول وتجهزي له. عايزه اوريكم بقى الحواوشي وما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بصوا هو لسه ما فيش قوي بس ما شاء الله. بصوا ده حواوشي الفراخ ما شاء الله. بصوا مستوي زي الفل اهو ما شاء الله جميل. ودي اللحمه اهي اللهم صل على النبي سخنه قوي اهي. بصوا ما شاء الله بصوا مستويه. بصوا اللحمه جميله اهي اهو، ومع طحينه كده سلطه اي حاجه مخلله عندك، وبقت وجبه سريعه. جربوه بقى، ولو وصلتوا معايا بقى للنهايه كده واتفرجتوا عليا للاخر ما تنسونيش بقى باللايك والشير، واشوفكم على خير. في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.